السلام عليكم. اهلا بيكم ويوم جديد ووصفة جديدة من مطبخ الشيف خلود. النهاردة هنعمل احلى وصفة وان شاء الله هتنول اعجابكم. وصفة جميلة جدا وفيها فيتامينات عالية جدا وان شاء الله تنول اعجابكم، وهي وصفة البرتقان الخام او عصير البرتقان الخام. النهاردة هنعملها مكونات من البيت سهلة جدا. نقول بسم الله ورمضان كريم علينا وعليكم، وان شاء الله يجعلها سنة سعيدة على الجميع يا رب بخير. النهاردة هنعرف ايه هي مكونات البرتقال معانا بتاعنا عشان يطلع عصير خام ومغذي وكله فيتامينات. اول حاجة نبتدي نقول بسم الله ونبدأ بوصفتنا النهاردة. معانا كده برتقال زي ما احنا شايفين كده. البرتقال بتاعنا انا مقشراه زي ما احنا شايفين كده وقسماه نصين، ومعانا جزر عاملاه زي ما احنا شايفين كده شرايح صغيرة جدا. بعد ما قشرت الجزر بتاعنا عملته شرايح صغيرة جدا. اول حاجة انا حاطة كده على النار كوبايتين او كوباية ونص من المية. هاخد الجزر دوت وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة ابتدينا بيها معانا كده الكوبايتين المية غليوا، هنحط بقى الجزر بتاعنا عليها مع بعض كده زي ما احنا شايفين كده. الجزر بتاعنا اهوت حطينا كده في المية المغلية. هجيب بقى نص ليمونة زي ما احنا شايفين كده واعصرها على المية بتاعتنا ديت، وهنعصر كده عصرة الليمونة اهي، وهسيب المكونات دي كده مع بعضيها لغاية ما الجزر بتاعنا يستوي في المية دي، وهنشوف بعد كده هنكمل وصفتنا ازاي. نلاقي الجزر بتاعنا كده ساح في المية دي كده. انا كده جبت الخلاط بتاعي وهنزل بقى بالبرتقان فيه. طبعا لو حابه ان انتي تحلي البرتقان بتاعك ممكن تحليه تحطي كوبايتين من السكر او حسب نوع السكر اللي انتي بتحبيه. بتحبي السكر بتاع العصير بتاعنا تقيل او خفيف؟ مش حابه تحطي سكر، وده ما تطلعيه من الفريزر كده تروحي كده ضرباه كمان ضربة في الخلاط وحط السكر عادي خالص. ده ماشي وده ماشي. هنزل كده بالبرتقان بتاعنا. انا كده حطيت البرتقان، طبعا انا مش هحط الكمية كلها عشان طبعا لسه طبعا ندي مكان للجزر بتاعنا. هنحط الجزر معاها ونشوف لو محتاج مية نحط كوباية من المية. طبعا احنا بنطلعه ده بيبقى عصير خام، اول ما بنطلعه كده بنزوده مية تاني، مية ساقعة طبعا، ونروح حاطين مثلا سكر ونضربه كمان ضربة في الخلاط، ونحط بقى حسب الكمية اللي احنا حابينها، لان ده بيبقى عصير مركز فاحنا بناخد منه حسب الرغبة. الجزر بتاعنا كده ساح في المية واستوى. هناخده بقى على كمية البرتقان معانا في الخلاط. حطينا كده الجزر على البرتقان بتاعنا، حطينا كوباية ونص من المية ومعاهم كوباية من السكر. هنضرب الكلام ده كله في الخلاط. طبعا زي ما احنا شايفين كده ضربنا كده البرتقان ما شاء الله خام كده. اول حاجة هجيب صفاية او مصفى وهصفي البرتقان بتاعنا، طبعا لازم يتصفى زي ما احنا شايفين كده. البرتقان بتاعنا كده بعد ما صفيناه ضربناه في الخلاط الاول، بعد كده صفيناه وبعد كده عبيته في اكياس كده زي ما احنا شايفينه. طبعا انا هفرزه في الفريزر. وطبعا قبل ما احط العصير بتاعنا طبعا هحط ليه السكر وهضربه ضربة في الخلاط، وبعد كده هصبه تفطروا عليه كده. ربنا يجعله فطار مقبول يا رب، ويجعله رمضان كريم علينا وعليكم. حاجة كده تحفة جدا. اتمنى الوصفة بتاعتي تكون عجبتكم. اذا عجبتكم وصفتي لا تنسوا الاشتراك في قناتي عشان تشوفوا كل جديد ومفيد من قناة الشيف خلود الهندي.